دي مش صينية مكرونة عادية، دي صينية مكرونة بالمجوهرات لأصحاب المزاج العالي، الناس اللي بتفهم في الأكل والناس برضو اللي بتحب الأكل السريع، بس أولا لأصحاب المزاج العالي. شوية مكرونة هتحلفوا إن انتوا في حياتكم ما دقتوش في جمالهم وفي طعمتهم، مش كلام، انتوا بنفسكم هتجربوا وهتدعوا لي بعد الوصفة دي. هسمي الله وهجيب معايا قرنين فلفل كده حراقين، وقرنين فلفل رومي، وهركنهم كده على الجنب. انا هجهز الخضار اللي هستعمله كله في الاول قبل ما ابتدي في الكبده والسجق. وبصلايه كده هنقطعها جوليان رفيع، الفلفل ده لوحده الحاجه، والبصل والفلفلايه الحمراء والفلفلايه الحراقه الحمراء والفلفلايه الخضراء الحراقه دي الحاجه تانية. يعني دي بصلايه، فلفلايه حمراء رومي، فلفلايه حمراء حراقه، فلفلايه خضراء حراقه، شويه توم حلوين كده، وشويه فلفل رومي وقرن فلفل حراق. والتوابل هحط ملح وكمون وشطه فقط لا غير، مش هحط اي حاجه تاني. هاخد الكلام ده كله بالكب او بالهون وهنعمه خالص كويس قوي، واحط عليه كده شويه خل حلوين عشان انا عايزه الخلطه او الدقه دي تكون سايله كده ما تكونش ناشفه. ولو في شويه ليمون كمان يا سلام. هحط نص الخلطه دي على الكبده. الكبده ما بتتغسلش، بتتعقم بالخل والليمون. ده نص كيلو كبده، يبقى انا كده حطيت نص الخلطه على الكبده، والنص التاني هنشوف هنعمل بيه ايه. وحطيت كيس مكرونه يتسلق. جبت طاسه كده سخنه، نار على النار سخنه قوي، وحطيت شويه زيت حلوين ونص الخلطه دي وحتتين ليا. الروايح رهيبه رهيبه، الريحه ما تتوصفش. ونزلت كده بالكبده وقلبتها. اهم حاجه تحطي شويه زيت حلوين، حتتين ليا دول برضو بيطعموا الكبده قوي، والنار تكون عاليه جدا عشان انا عليت النار. بصوا الكبده استوت وما نزلتش ميه معايا خالص. لو الطاسه مش سخنه والنار مش عاليه هتلاقي الكبده هتنزل ميه كده ومش هتبقى حلوه خالص، حتى بتفرق قوي في الطعم. كده بتكتمي طعمها جواها وما بتنزلش ميه ولا حاجه. الكبده طبعا ما بتاخدش سوا. وفي الاخر خالص حطيت الفلفل اللي هما الفلفلايتين الحراقين والرومي. دي بقى صلصه المكرونه العالميه. حله فيها شويه زيت، وحوالي 3 معالق كبار ليا مفرومه، ومعلقه كبيره توم مفروم يا دوبك، بس التوم والحاجه دي ريحتها تطلع مش عايزاه يغمق. وهنزل عليه بنص كيلو طماطم مضروب في الخلاط بحوالي نص كوبايه ميه كده، ومعلقتين صلصه وملح وفلفل وبهارات ومكعب مرقه ومعلقه سكر. الصلصة دي هتخلي المكرونة في حتة 10. جبت طاسة فيها شوية زيت صغيرين قوي، وحطيت البصلاية والخضار اللي احنا قطعناه في الاول ده، اللي هو بصلاية وفلفلاية حمراء وخضراء وحراقة. وحطيت كده معلقة سكر عشان اكرملها كده مع الخضار. ما حطيتش البصل لوحده ولا حاجة عشان انا عايزة الخضار كله مع بعضه. وبعدين نزلت السجق، عشان كده حطيت شوية زيت صغيرين قوي، لان السجق فيه دهون كتير فهو هينزل الدسم بتاعه. يعني شوية نقطة زيت بس يا دوبك شوحت فيها الخضار. عايزه اقول لكم الاكله دي طعمها حلو قوي قوي وبتخلص بسرعه وطعمها رهيب. المكرونه كانت تحفه، والسجق والكبده مش كلام صدقوني. يعني الناس اللي بتثق في ذوقي في الاكل وفي كلامي والله هتجربوا الاكله دي، هتحسوا كده ان انتوا استمتعتوا كلتوا حاجه كده حرشه حلوه. بصوا المكرونه غرقانه في الصلصه كده ومفلفله. المكرونه لوحدها تجوع، يعني المكرونه لوحدها من غير الكبده والسجق تحفه. شايفين الكلام الجامد يا جدعان؟ شايفين؟ نزلت الكبده السجق قصدي، والكبده كله فوق بعضه كده. عايزه تعملي المكرونه لوحدها ماشي، عايزه تعملي مكرونه بالسجق بس، مكرونه بالكبده بس هي كده التوليفه دي كده بصوا تحفه. شايفين المكرونه وجمالها؟ بذمتكم الفيديو ده يستحق لايك وشير كتير ولا لا؟ لايك وشير لو عجبكم الفيديو، ولو جربتوا الوصفه وعجبتكم ما تنسونيش بدعوه حلوه. واي حد حابب يجرب اي وصفه حلوه او حادق اكتبوا لي في التعليقات وانا اعملها لكم على طول. اغرف لكم شويه برضو. شايفين يا جدعان المكرونه بالحبشتكنات تحفه تحفه تحفه.